بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا عليه في صباح باكر انتزعناه انتزاعا. الرجل لا يعتمد الإعلام في عمله رغم على حصوله في دراسات عليا في الإعلام، لكنه غابع بين مشغولياته ومكاتباته ومراسلاته وإنجازاته على الصعيد العملي لصالح المواطن ولصالح المشاهد والمستمع. علينا أن نجلس معه لنأخذ معه ونرد. الأستاذ عبد الباسط جعفر إبراهيم، مدير الإدارة العامة للنقل والبترول بولاية النيل الأبيض، في هذا الصباح من كوستن وجالسه النورس نيوز. ورحب بك سعادة الأستاذ المدير، وترحب بالمشاهد الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير على قدومكم إدارتكم العامة. مرحب بكم ومرحب بنورس نيوز، وإن شاء الله تبقوا كل ما مطلوب مننا تعكسوه للمواطن إن شاء الله. أستاذ عبد الباسط، بدرس قاطع ويقين وصدق جلسنا ما يزيد على الأسبوعين في محليتكم نجوب خلال عاصمة الولاية الغربية والشرقية ربك وكوستي. لاحظنا استقرار كبير في دعم البترول وتوزيع البترول والغاز، لاحظنا هذا الاستقرار، لكن قد يقول مراقب أن هذا الاستقرار فقط في عاصمة الولاية في ربك وكوستي. طوف معنا حول المحليات البعيدة التي تتبدى من القطينة ومريمتا إلى السلام والجبلين، يعني ماذا هناك؟ طيب، زي ما ملاحظ يمكن يكون في استقرار شبه كامل في الولاية في المواد البترولية، وعلى أوجه الخصوص كوستي ربك، وأضيف لها الجبلين بنسبة 100%. والوفرة دي ما جاء نتيجة لمتابعة لصيقة بواسطة مناديبنا من السودان في البحر الأحمر ومندوبنا في ولاية الجزيرة في متابعة انسياب المواد البترولية للولاية عامة. حتى في محليات طرفية مثلا أمريمتا، مثلا القطينة دي يمكن يكون ما فيها انسياب في مادة البنزين في أمريمتا وفي القطينة لدواعي أمنية. وتعلمون أنتم الوضع الحدودي بين ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض. محلية القطينة تحديدا فيها جازولين بعض الشيء لدواعي الخدمات، الطواحين، الدوانك كده بيمشي لها. الدويم كان منساب فيها الوقود بصورة طيبة جدا، بنزين جازولين ما في إشكالية. لكن برضو في السبع يوم الأخيرة بس للمستجدات الأمنية والتهديدات الأمنية حاولنا نجفف المحطات وعلى الأقل نقدر نحافظ على سلامة المواطن من الأخطار. تندلتي كذلك برضو هي فيها مهدد أمني منساب لها الجازولين فقط، ومنعنا منها البنزين بواسطة قرار من اللجنة العليا لانسياب السلع الممثل فيها كل الجهات الأمنية، مباحث وأمن اقتصادي واستخبارات وكده. فقرروا إنه البنزين يمشي تندلتي وبيمشي له مجاز، لكن برضو بنعمل له الترتيبات اللازمة يعني في البنزين لتسيير المؤسسات الضرورية من كوستي من هنا يمشي لتسيير المؤسسات المهمة يعني. عامة ما في مشكلة في وقود، بس ترتيبات أمنية في مناطق معينة تفتح هنا وتكفر هنا. مجمل المحليات ما فيها إشكالية ما عدا أمريمتا تندلتي بنزين، القطينة بنزين، أمريمتا بنزين وجازولين. أما باقي المحليات مسابعة عادي ما فيها إشكالية. أستاذ عبد الباسط، نحن نجلس في ولاية النيل الأبيض التي لها وعليها كثير من الطلب وكثير من الطموح في الزراعة مثلا، وولاية زراعية بامتياز. نحن نجلس معك الآن وغد في أواخر الحصاد، موسم الحصاد، وندخل العروة الشتوية. حدثنا عن دور الوقود الهام جدا بالنسبة للمزارع في حصاده وفي زراعته. طيب، بالنسبة للوقود الخاص بالزراعة ما في إشكالية أصلا عندنا هنا، خاصة في جنوب الولاية. الحصاد بيعتمد على الجازولين بصورة كبيرة جدا بنسبة 99% منه جازولين، وهنا ما عندنا إشكالية لا في ربق لا في كوستي لا في الجبلين لا في السلام ولا في تندلتي. جاز الحصاد
متوفر، جاز العروة الشتوية التحضير للموسم الشتوي متوفر. واجهتنا مشكلة في اليومين السابقين ديل زي ما قلت لك، محلية الديم كان فيها مهدد أمني وجففنا منها الوقود، والناس خشين في مرحلة بتاع التحضير موسم شتوي وحصاد صيفي. فعملنا الترتيبات اللازمة باتصالاتنا بالأخوة في الاستخبارات، وأمس حلينا المشكلة بتاعت الدويم، ودينا لها وقود جازولين عشان انه يواكبوا تحضير جزء للموسم الشتوي والحصاد. وعندنا إدارة البترول الدويم متابعة، أول ما تكمل الكمية دي يوافقون طوال الحكم بكمية أخرى. الجاز موجود لكن بس لترتيبات أمنية بتمشي تباعا. الوقود في الحصاد وفي العروة الشتوية ما عندنا مشكلة أصلا في جازولين. الأخ المدير، إحنا برضو نجي نسمعك لنسأل عن دعمكم للقوات المسلحة في هذه المعركة الفاصلة ودعمكم للغادمين من الخرطوم، حدثنا عن ذلك. طيب، نحن دعمنا للقوات المسلحة دعم غير محدود مفتوح. لما بدأت الأحداث كل المواطن السوداني استشعر المسؤولية، ومن ضمنها ولاية النيل الأبيض، وتحديدا في شريحة وكلاء محطات الوقود والغاز على مستوى الولاية استشعروا المسؤولية، وهم يفتكروا مهما يدعموا القوات المسلحة ده بيجي حماية لهم هم ولرؤوس أموالهم. فتداعوا في اجتماع أولي وناقشنا كيفية الدعم وبرورنا الفكرة، وعملنا نفرة على مستوى الولاية، دعينا كل أصحاب المحطات على مستوى الولاية ومستودعات الغاز لقاء حاشد في أمانة الحكومة بحضور اللجنة الأمنية للولاية وراسة الوالي، وقدموا دعم سخي جدا وكان ملفت أو غير مسبوق. حتى الآن ما في نفرة قامت زي نفرة وكلاء المحطات والمستودعات، دعم سخي وكلها اتوردت لصالح دعم القوات المسلحة، بالإضافة ليتبرعوا بأي مبالغ أخرى هم على الاستعداد يدفعوها. وعملنا مرسوم على مستوى المحليات، فرضنا على كل محطة شهريا 10,000 أو 10,000 تقريبا بمرسوم تحصل تورد في حساب النفرة المفتوح في بنك النيل فرع كوستي، وعلى استعداد انه ممكن في اي لحظة ثانية يعملوا لها نفرة اخرى ثانية باسم محطات الوقود والغاز. شكر الله سعيكم وشهدنا ذلك يعني في أمانة الحكومة. هذا الذي تم، هذا الدعم الذي تم. المشاهد العزيز الكريم يتواصل لغانا مع الأستاذ عبد الباسط جعفر إبراهيم، مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول بولاية النيل الأبيض. السيد المدير، معلوم أنه يعد إدارتكم داعم رئيس وكبير للإيرادات المحلية والإيرادات العامة. نعم، الولاية. حدثنا عن ذلك، وضعنا في أجواء تعظيم الإيراد في هذا الظرف الحساس. طبعا الإدارة دي إدارة نقل عام والبترول لشقين بتخدم المواد البترولية، شق أول وشق ثاني النقل العام اللي هي بتتعلق بمواصلات المواطنين. الإيرادات ذات شقين برضو، شق نقل عام وشق بترول. الشق بتاع البترول نحن لما جينا حاولنا لقينا الإيرادات مدنية، حاولنا نرفع بإجراءات معينة، تجديد الرغابة والإشراف على الانسياب، وعملنا إدارات متخصصة تابعنا فيها الشغل ده، رفعنا الإيرادات. يمكن يكون السنة اللي فاتت حققنا نسبة أداء أكثر من 150%، والسنة دي الحمد لله ماشيين بخطى ثابتة. الإدارة قاربت إيراداتها في قبل 3 شهور وصلنا ل1,400,000,000 وحاجة، ومليار و300، يعني اسمه توصل ايراداتنا 1,300,000,000 في الشهر. ده فيه شق النقل العام وشق البترول. يمكن يكون شق البترول بيمثل 90% من ايرادات الاداره، اللي هو رسوم الولايه على البنزين والجازولين والغاز. اما الشق الثاني بيتمثل في رسوم تراخيص النقل العام اللي هي دي بتتحصلها شرطه المرور، وتراخيص الخطوط بتاعت المواصلات الداخليه، ودي نسبتها ضعيفة لكن برضه بيساهم في الإيرادات. عموما إدارة النقل العام والبترول بيساهم بدعم كبير جدا في
ايرادات الولايه على المستوى الكلي وماشيه في تطور ان شاء الله. نحن في أواخر العام المالي، هل يحسم المواطن في بخصوص الإيرادات يعني في الخطة القادمة لموازنة 2024، هل عندكم خطة لتعظيم هذا الإيراد وتوجيهه بشكل مباشر لسد فرجات الأزمة وصد الناقص؟ نحن كإدارة همنا نتحصل مورد في حساب المالي، بعد ذاك في سياسات في خطط معينة بتنفذها وزارة المالية، هي اللي بتوجه الإيرادات دي حسب ما تراه مناسب، عندها فصل أول، عندها تنمية، عندها لكن احنا كإدارة ما بلينا من الإيرادات دي غير تسييرنا لا يتجاوز 10 أو 11% من المبلغ تسيير فقط يعني. أما كل باقي الإيرادات بتمشي لوزارة المالية، هي بتوجه في صرفها حسب خططها اللي قدامها يعني. باعتبار أن وزارة المالية هي الغاية على المال العام. نعم. نحن برضو نسأل عن يوجد مبرر يا السيد المدير أن يكون في نقص في الغاز، في نقص في البنزين لظروف التهريب وكذا ما شابه ذلك وظروف الأمنية، لكن نسأل عن غاز الطهي. يعني نلحظ أنه في بعض المحليات ينعدم أو يقل توزيعه بشكل ذاتي وبشكل منظم، اللهم إلا السوق الأسود. أنا ما بقول لك ما في سوق أسود، في سوق أسود، وكون يكون في سوق أسود معناته في غاز، هو ذاته الغاز ده السوق الأسود ده يجي من وين؟ ما جاي من حق نظار. طيب إجمالا نقول نحن ما عندنا مشكلة في الغاز أصلا في الولاية. نحن لما جينا الإدارة سنة 22 الحمد لله بدأ ينفرج الحصص، بقت تجينا تباعا. زمان كان بده الولاية دي حصة شهريا 200 طن، الليلة نحن بدونا about 1500 أو 1300 طن في الشهر. كان بدوها 200 طن في الشهر، هسه بقت 1500 مرات 1600 طن في الشهر. فنحن ما عندنا مشكلة. التخصيص بيجي للولاية بيتوزع حسب المستودعات الموجودة شمال وجنوب شرقا وغربا. عندنا مستودعات في ربق، عندنا مستودعات في كوس، عندنا مستودعات في الجبلين، عندنا مستودعات في تندلكة، عندنا مستودعات في شرق الدويم، عندنا مستودعات في القطينة، عندنا مستودعات في مرمتة. ده كلهم بياخذوا حصص. يمكن يكون لكثرة المستودعات خاصة في الناحية الشمالية ما بيجيهم حصص راتبة، لكن بيجيهم بالتتابع. كل حصة بندي مجموعة ونأخر المجموعة الأخرى وكذا، لكن كلها صابة في المحلية. قد يحصل حصل جفاف في منطقة شمال القطينة، المستودعات شمال القطينة تحديدا جاسكو، سندو، سمان، الوطنية كده، ديل في فترة الأحداث بعد يوم 15/4 لحد تقريبا نهاية 8 ما كان وصلهم غاز المستودعات لخطورة الموقع هناك وتواجد قوات الدعم السريعة والقوات المتمردة داخل مستودعات الغاز في شمال محلية القطيع. لكن ده ذاته ما بيعني انه نحن نسقط حصة مواطني القطينة لانه المستودعات محتلة معنا، نحن قاعدين نجيب حصتهم وقاعدين ننزلها. استضافة في مستودعات ابو حبيرة تحديدا النيل، امان، في بنتا، 4 مستودعات بننزل فيها استضافات حصص القطينة. وبعد ذاك بالتنسيق مع اخونا رئيس اللجنة الاقتصادية وقتها كان اخونا ناصر اللغبش، واللجنة الاقتصادية بيتم توزيعها وبيشيلوها بواسطة الدفارات والاسطوانات بتخش احياء نعيمة والقطينة الوحدات الاداريات الكبيرات. لكن شمال القطينة اخذت لها فترة بتاعت 3 شهور ما كان فيها انسياب للوضع الامني المعروف، لكن الان حصصهم قاعده تجيهم يعني تقريبا شهر 9 حصصهم وسطهم كلها، هسه شهر 10 وسطهم كلها. يمكن يكون اخذوا نصيب الاسد من الحصص الاخيره يعني. الان للقطينه عندها مشكله غاز، لا يمكن يكون الدويم بعض الشيء فيها ازمه بتاعت غاز لانه ما فيها مستودعات جوا الدويم، المستودعات كلها بالشرك، ودي بيتقاسموا فيها ناس الوحده الاداريه الكوه مع محليه الدويم. الوحده الاداريه بيشيل 40% من كميه الغاز الجاي في مستودعات ابو حبيره، والدويم بيشيل 60%. ولو عمل النسب والتناسب عدد سكان وحده الكوه الاداريه مع عدد سكان محليه الدويم
محلة الدويم تفوق عددا كبيرا جدا، فعشان كده بيكون في شح بسيط في الدويم، بالاضافه للقرى المتاخمه لولايه النيل الابيض. قرى غرب الجزيره برضه هي قاعده تاخذ مننا، برضه مؤثره علينا، لكن الحمد لله في وفره. الان انا بتكلم معاك، الان انا عندي ما اقل من 1100 طن في الشارع بدوا يشحنوا فيها جايه على مستوى الولايه، كوسي، ربك، قدوين، ابو حبير، القطينه، تندلتي، ما عندي اشكاليه في راسي. ده برضو يعني محمدة لمتابعتنا لصيغة. الأخ وزير المالية متابع معانا في المؤسسة، الأخ الوالي ذاته بيدوروا مع الأخ الوزير متابع معانا في هيئة الغاز، وكم مرة يعني أرسل مناديب وأتواصل معانا. لدرجة إنه مثلا إحنا بقينا على مستوى السودان، زمان كنا بنقول الولاية الثالثة، الخرطوم الأولى بيدوها أكبر كمية، بعد ذلك بتيجي الجزيرة بيدوها أكبر كمية. الآن الخرطوم طلعت برا، بقت نحن الثانية، الجزيرة بيدوها أكبر كمية، بعد ذلك نحن نمرة اثنين. حتى بعد ذلك يشوفوا نهر النيل ويشوفوا سنار ويشوفوا كده وكسل وكده. نحن بدون أولوية، وده بفضل اهتمام السيد الوالي وتنسيقه مع الأخ وزير النفط.